يا دكتور هرمون النمو ده ليه سميناه بهرمون النمو؟ قال لك والله سميناه بهرمون النمو لانه اكيد بيعمل نمو لجسم الانسان. طيب يا دكتور ماشي، هو اصلا يا دكتور امتى اقول ان جسم الانسان ده خلاص نما؟ يعني اقول الانسان ده جسمه خلاص نما، امتى اقول عليه ان الراجل ده حصل له نمو؟ قال لك والله تقول ان جسم الانسان ده نما لما يحصل نمو في الكتله العظميه او نمو في الكتله العضليه. عن طريق بقى يا دكتور ان الجروث هرمون ده او هرمون النمو ده بيشتغل على ايه عشان يعمل نمو العظام والكتله العضليه؟ واحد يقول لي يا دكتور بيشتغل على الكالسيوم. اقول لك ماشي، الكالسيوم موجود في العظام، فالكالسيوم يا شباب موجود في العظام بس، فانا لو الهرمون النمو ده اشتغل على الكالسيوم هيعمل نمو العظام بس، لا انا عايز الهرمون النمو ده يشتغل على العظام ويشتغل على العضلات، يبقى انا عايز حاجه مشتركه بين العظام والعضلات. طيب ايه اللي موجود في العضلات؟ قال لك العضلات موجود فيها بروتين لانها اصلا بتتكون من البروتين. طب والعظام فيها ايه برضو؟ قال لك العظام برضو فيها بروتين، يعني بتتكون من بروتين، يعني احد مكونات العظام بروتين. اذا يا دكتور لو انا عايز اعمل نمو للعظام والعضلات فانا لازم اشتغل على تصنيع او على بناء البروتين.